رمضان شاهد لك أم عليك؟ لله الحمد، وصلنا لليوم 29 من شهر رمضان المبارك. يمكن هالليلة آخر ليلة من الشهر، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. في فكرة يمكن ما خطرت ببالنا إنه رمضان مو بس أيام ومرقت، لا، رمضان شاهد علينا وشاهد إلنا. سبحان الله، في محكم التنزيل يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كل شيء عملناه مكتوب، كل ركعة، كل دعوة، حتى كل لحظة غفلة. ولهيك بذكرنا النبي صلوات الله عليه وصلاتي عليه وسلامي وعلى آله الطيبين الطاهرين في الحديث إذ يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. طبعا برواية أحمد وتصحيح الألباني. يعني يوم القيامة سبحان الله الصيام بيقول: يا رب، منعته الطعام والشهوات في الدنيا فاقبل شفاعتي فيه. وأيضا القرآن يقول: منعته النوم بالليل فاقبل شفاعتي فيه. لهيك صيامك اليوم مو مجرد أيام ومرقت، ممكن يكون سبب نجاتك يوم القيامة. لسه في وقت. يمكن عمل صغير هالليلة يكون شاهد لك مو عليك. لا تودع رمضان بسرعة، خليه يودعك وهو راضي عنك. وصلت. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، ولا تنسونا من دعائكم. اللهم أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. دمتم في حفظ الله ورعايته.